أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 12 من قصة امرأة. هيدي الحلقة اللي قبل الأخيرة. شفنا بالحلقة السابقة إنه كانت كتير محتارة وكانت بدها تبطل تشوفه لأليكو، رجعت راحت شافته وقت اللي عم بيقلها إنه خليني ضلني أشوفك وأطمن عنك، رجعت وافقت. هلأ بهيدي الحلقة بيصير مفاجأة أكبر من كل المفاجآت يلي صارت معها من قبل. بتكون عم تسمع الأخبار، بتسمع إنه في عملية تبادل للمخطوفين، فبيرجع لها الأمل، بتقول بلكي جوزي من بيناتهم، بلكي بعده عايش، بلكي تركوه. أكيد بتروح من دون تردد، يعني بتروح من قبل الضوء وبتنطر مع أهالي المخطوفين، بتنطر مع زوجاتهم. هي بتكون أساسا مش قاطعة الأمل أبدا، يعني حتى أمل إنه ممكن ترجع تلتقى فيه. بتصير تنطر وتصلي وبتقول لأولادها إنه إن شاء الله يكون من بيناتهم، وبيقولوا لها نحن بدنا نروح معك كمان. بتقلهم لا، انتوا خليكم بأشغالكم، إنه صار كتير إنه وعدنا وما بدنا كمان يطلع على الفاضي. هالمرة رح نشوف، أنا بروح وإن شاء الله يكون من بيناتهم. بتروح على عملية تبادل المخطوفين. وقتها يفلتون بتكون المفاجأة أبدا ما متوقعتها بحياتها. بيكون من بيناتهم جوزها، بس بيكون بحالة يعني أنجأ عرفته، لأنه بيكون معذبينه أثناء الخطف، معذبينه. بتلاقيه مقعد يعني مش قادر أبدا يمشي، مش قادر يحكي، يعني مدمر، نفسيته مدمرة بالأرض. قد ما مضايق نفسيا بطل يقدر يحكي، يعني صار بيحكي أصوات مبهمة، مش مبين شو عم يحكي، ما بيفهم. يعني صار إذا بده يحكي بده يكتب كتابة إنه شو بده. بتخوت بتشوفه من ميلة انبسطت إنه شافته من ميلة، بس شافته بهاي الحالة نهارت رح توقع حده بالأرض. بيرجعوا بخلوة، يعني بيساعدوها لتقوم ولا تستوعب وهيك، وبيقولوا لها فيكن تاخدون للمخطوفين. فبتجي لتاخده، بدها حدا يساعدها، انه هو بهيدا الوضع بده حدا يساعدها. ساعدوها لطلعوا بالسيارة وهيك وراحت. بس بعد كل الطريق دموعها ما نشفوا، عم بتفكر انه شو هيدا، شو اللي صار، شو عملوا فيه، ليش ردوه بهالوضع هيدا. واكيد كبر، يعني 10 سنين إلى القصة، مش سنة وسنتين. تغير كتير عليها. وهو عم يطلع فيها كمان وكأنه عم يبكي بذات الوقت، دموعه هيك، عيونه حزينين، بين وضعه يرثى له. يعني بالقليلة بده حكيم نفساني يعالجه، بده علاج، لازم تاخده على المستشفى دغري وهيك. فأول ما راحت دغري أخدته على المستشفى يعملوا له الفحوصات اللازمة لتشوف إذا لازم ينعمل له شيء جسديا، على القليل يطمن عنه إذا كل شيء بجسمه مزبوط، إذا في شيء بده شيء يعني طبابة، بده علاج لتشوف. وهي مقررة أنه تاخده عند حكيم نفسي، لأنه مش معقول، أكيد معذبين وأكيد عاملين فيه. يعني صارت تتخيل وتبكي كل الطريق. قبل ما تاخده على البيت أخدته على المستشفى، عملوا له الفحوصات وقالوا له بده وقت ليطلع النتيجة، وقالوا له خليه كم يوم بالمستشفى لنطمن عنه. خلته بالمستشفى شي 3 أيام، وكانت ناطرة نتيجة الفحوصات، وكمان أخدت موعد من حكيم نفساني مشان يعني يشوف شو بيقدر يعالجه. هلأ شو رح يصير بعدين؟ شو رح يصير مع أليكو؟ شو رح يصير مع ولادها؟ خلينا نعرف بالحلقة الأخيرة، الحلقة الجاية. انطروني. كنت معكم كوثر الحنبول.